قبل ما تشاهد الفيديو، إذا أعجبك محتوى تقديم ملخصات ومواعيد كرة القدم العربية والعالمية، نرجو منك مساعدة القناة بالاشتراك وتفعيل الجرس، وشكرا. لنمر وهبي كمهاجم صالح، لان الخصم اللي غيلعب معاه ماشي نفس الخصم اللي يلعب ديال ليكواتور. يعني كل مباراه عندها التحضير ديالها. هذا هو المدرب الواقعي يعني. واهم شيء هو وهبي كيف ما قال بشعيب، يعني ما عندوش بزاف الوقت باش يجرب اللعب. دونك حتى هذوك اللعابه اللي عيط لهم عارفهم بان ايزيتي بري باش يلعبوا. دونك هذه هي لو مومون باش يلعبوا بحال هاد الماتشات هادو. ما نقولكش يعني الخصم ماشي بنفس القيمه ديال ليكواتور، ولكن اقل واحد الشيء. دونك عليها لعب دي جوور اللي غنقولوا اللي غادي ياخذوا الكره، ودي جوور اللي غادي كرياتيف اللي غادي يلقاو حلول. يعني من لا زون دو كونستركسيون، لا زون دو بروغريسيون، لا زون دو ديزيكيليبر فينيسيون. دي جوور كيف ما قال باش دي جوور لي بيركيتون، دي جوور اللي كياخذوا الكره تقصدوا المدافعين. شيء اجمالي هذا هو الكاريزما ديال المدرب اللي كياخذ قرارات، اللي كيدير التغيير وكيكون تعطي لا كونفيونس لهاد اللعابه. طيب الرسم التكتيكي بطبيعه الحال من خلال التشكيل اللي دخل به اليوم، اللي غيدخل به بطبيعه الحال دخل به محمد وهبي، كيبان نفسه نفس الرسم التكتيكي 4-2-3-1 باش نباركو. حنا غادي نتابعوا خصم المنتخب الوطني في هذه المباراه. منتخب الباراغواي يمكن الخطه امامنا، هذا هو التشكيل المنتخب الوطني في خطه محمد وهبي اليوم. شوف اذا تحدثنا يمكن كنا كنناقشوا، يمكن كانت احتمالات على الاحتمالات او التشكيل اللي كان غيدخل به وهبي. اليوم تابعنا العكس تقريبا. لا هو شوف ما يمكنش يكون هناك تغيير لانه ما عندوش الوقت. الرسم التكتيكي غيبقى هو، يمكن الاسلوب اللعب غيبقى هو رغم التغيير في التشكيله. يمكن اللي شفنا 7 تغييرات اللي موجوده اللي كانت عكس المباراه الاولى. ولكن كما قلنا وهبي هو مآمن بهاد اللاعبين، مادام انه استدعاهم مآمن بهم، يقدر انه يلعب بهم بزاف ديال الاساليب وبزاف ديال الرسم التكتيكي. ولكن ما يمكنش انه يغير. عنده 2 المباريات ربح بكاس العالم صحيح. هذا نتمنوا ننجح به مع المنتخب الاول ايضا. صحيح هو يمكن في كاس العالم تحت 20 سنه يمكن كان كيلعب بزاف ديال الاساليب. يعني كان بعض المباريات كان كيترك الكره الخصم، ولكن فلسفه فكر واحد. حنا قلنا ملي كتكون عندك الكره كيكون عندك اسلوب، وملي ما كيكونش عندك الكره كيكون عندك اسلوب وكيكون حتى رسم تكتيكي. راه ملي ما كانش عنده الكره بطبيعه الحال. في المباراه الاولى ضد الاكوادور من 4-2 3-1 ملي كتكون الكره عند المنتخب الاكوادوري كان كيدير 4-4-2. يعني هنا كيبان لك بانه عنده بزاف ديال الاساليب. ولكن دائما ملي كتكون عندنا الكره عند المنتخب الوطني المغربي فكيحافظ على نفس الاسلوب اللي هو الاسلوب الهجومي. طيب لم يسبق الكثير من الوقت، نحاول ان نستغل ايضا للحديث عن المنتخب الباراغواياني. هذا المنتخب نعرفه جيدا، كنا واجهناه في مباراة ودية سابقة كانت سنة 2022 وبالضبط يوم 27 من شهر شتنبر ضمن استعدادات المنتخب الوطني لمونديال قطر 2022. المباراة نتذكرها انتهت بالتعادل السلبي واحتضنها بينيتو فيامارين بإشبيلية. كان فعلا علينا بأنه واجهنا قبل كأس العالم في قطر ومشينا الخير طبعا الحال على الفريق الوطني في المحطة المقبلة العالمية. أكيد منتخب الباراغواياني مدرسة مهمة جدا، اختيار صائب. نتحدث عن مدرسة شرسة السلطة. مهم جدا أننا نواجه واحدة من المنتخبات القوية أيضا، بالرغم أن الفوارق كثيرة. نحن الأفضل حسب التصنيف العالمي، نحن الثامن عالميا. المنتخب الباراغواياني الأول إفريقيا، أول إفريقيا وعربيا وما إلى ذلك. شحال خصمنا اليوم كيف ننظر إليه في هذه المباراة؟ يحترمه، لأن اللي كيعجبني في وهبي بكل صراحة هو مدرب واقعي، مدرب اللي كيحترم الخصم. ملي كنقولوا كيحترم الخصم ديما تيشتغل مع لو ستاف ديالو وعنده واحد لو ستاف يعني بزاف ديال يعني اناس اللي كيعطيوه يعني نصائح وكيوجدوا لي دي رابور على هذه المنتخبات. عليها شفنا يعني كاين واحد 7 ديال التغييرات في التشكيله اللي موافقه تلعب. كتعرف لان كتبتي في واحد لو بالي ديال لافريك دابا غتطلع لو بالي ديال بريباري لا كوب دي موند. ملي كنقول لا كوب دي موند كتبريباري يعني لو ريتم لاغريسيفيتي او نيفو في البريسينغ. كتلقى لو ديال هنا خصك تلعب مع منتخبات اللي غادي تلعب معاهم من قيمه هذه المنتخبات ديال الكلاتينيه. باش تشوف الاخطاء ديالك فين كاينه. رغم انه وهبي يعني التواضع ديالو قال بان
فهاد النيفو ما كاينش اخطاء، انه ملي كتلعب كدير لي ديتاي كتدفع الثمن، ولكن انا كتشوف المرآة ديالك انت، كتشوف يعني مشروع اللاعب ديالك انت اللي نزلتيه في التدريب، كتشوف في فرقه الملعب. علاش؟ لان